واحد سألني يا جماعة خوش سؤال، قال لي ليش الآن في الأمراض النفسية كثرت وقبل ما هي موجودة؟ ليش عندنا مشكلة بالقولون وجرثومة معدة ومشاكل المعدة وما كانت موجودة قبل؟ شو السبب؟ والله سؤال من واحد حكيم. الفرق يا جماعة ان نسبة السهر قبل غير موجودة عندنا. احنا يوم كنا بالثمانينات وهذا ما كنا نسهر. صلاة العشاء ترى احنا ما نقدر نبطل عيوننا. والله اذكر كنا نقوم حق المدرسة الفجر نسمع الاذان واحنا قايمين، يعني يمكن قبل الاذان قاعدين، واغنية يا نايم صح النوم يحطونها الفجر، ونقعد واطلع البيت اوصل المدرسة 6:15. 6:15 انا بالمدرسة يا جماعة. المدرسة 7:30 يطق الجرس، احنا 6:15 ندخل نلقى ناس لاعبين كرة وخالصين من الكرة. تخيلوا يعني لهالدرجة. هذول قبلنا بساعة الا ربع موجودين او ساعة، او قاعد يلعبون الجيم الثاني. الان لا، الجماعة سهر، عنده دوام باكر ينام بعد الفجر، في بعضهم يروحون دواماتهم سهرانين. شلون ما تبي يجيهم امراض؟ كذلك عدم تعرضكم للشمس او تعرضنا للشمس. قبل احنا ترى انا اطلع من المدرسة وانا صغير وانا ابتدائي، والله الملعب كله بالملعب بالشمس، والله الريحه وعرق ما ندري، كلنا ريحتنا خايسه يعني، كانت امانه يعني، ونلعب حفاي ما يصير فينا شيء. الحين الياهل من يطلع من البيت كح وربو وحساسيه زين ولويه. النظافه الزايده هم مو زينه يا جماعه، والله النظافه الزايده مو زينه. والابيخ من ذلك المطاعم الفرنشايز، كل يوم الو المطعم الفلاني جيب لنا غدانا وعشانا وريوقنا، كلها مطاعم. هذا سبب امراضنا، بالذات امراض المشاكل المعده والامراض النفسيه. كذلك كثره الصدمات، تعلقنا باشخاص المفروض ما نتعلق فيهم. التعلق بغير رب العالمين يا جماعه، التعلق بغير رب العالمين يا جماعه مذله. الصدمه من حب، ولا صدمه من صديق، ولا ثقه بواحد وخان الثقه وننصدم، غير صدماتنا في وفاه اهلنا. وهذا المفروض ما يصير، يعني يكون لما تجينا الصدمه نقول انا لله وانا اليه راجعون. فلذلك لازم ننتبه، نعدل حياتنا ما نسهر. بالكثيرنا 12، والله 12 وايد، كثيرنا الكبيرنا 12. ناكل بالبيت يا جماعه، ناكل بالبيت ترى اوفر واحلى واطعم. نروح مطعم نقول والله اكله حلو نفس اكل البيت. اكل بالبيت، ليش تروح حق المطعم؟